السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو فضلا من حضراتكم ليس أمر. بحبكم جدا جدا في الله، ربنا يخليكم ليا يا رب ويكبر خواطركم. الجبر يتعجب له أهل الأرض وملائكة السماء عجبا. اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا بشكر كل متابعين اللي معايا. ربنا يبارك فيكم ويبارك في تعليقاتكم الجميلة اللي انتوا بتكتبوها لي، وطبعا برحب بالناس الجديدة اللي انضمت لعيلتي. ان شاء الله عيلتي هتكبر بيكم انتوا وان شاء الله. بحبكم جدا في الله، ربنا يسعدكم جميعا يا رب العالمين. طبعا الروتين النهاردة، بصوا يا جماعة، بما اننا اليومين دول كلها تنظيفات الشتاء وتجهيز هدوم الشتاء، وندخل الصيف من الدولاب ونحط الشتوي، فدايما هتتلاقوا البيوت كلها عبارة عن كتلة هدوم. والله العظيم في اللي يقدر يلم الدور ده بسرعة، وفي اللي ما يقدرش يلمه يعني في يوم او يومين كده يعني. طبعا الروتين النهاردة روتين مختلف، عندي فيه كمية غسيل رهيبة كده زي ما بقول لكم، مش هينفع فيها الا الغسالتين، الغسالة العادية والغسالة الفول اوتوماتيك، والعادية برضو ما هي عطلانة، بس على فكرة يا جماعة بتنشف يعني لما بخفف عليها وكده، او ممكن اغسل مرة واحدة ممكن دورتي تنشف، يعني بتمشي على سطر وتسيب سطر كده زي ما بيقول. طبعا عندي لا الشرابات ولا هدوم ابن الصغير بناطيله كده، ولا هدوم ابن الكبير اللي بيلعب في الشارع، هدومهم مبتنضفش في الفول اوتوماتيك عامة، فانا بحب اغسلهم في الغسالة العادية. ما شاء الله منجزة يا جماعة، وما شاء الله بتنضف، يعني ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اللي هتقولي مطبخي دايما نضيف، هقولك لا، مطبخك مش دايما نضيف، والله العظيم بيجي يوم المطبخ بتبقي ما انتيش عارفة تدخليه من كمية الشغل اللي فيه. انا بيجيلي ايام كده، يعني انا ذات نفسي بيجيلي ايام كده. النهاردة قلت بقى انا قايمة، والله قايمين الحمد لله رب العالمين. قمت صليت الفجر وقعدت شوية كده اذكر ربنا، سبحي استغفري، احمد الله عز وجل، تابع ما الذكر اللي بيجي على لسانك، صلى على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام، تابع ما قلبك يدلك، اعملي ما تقوليش لا. ان كان استغفار فهو جايلك لحكمة، اذا كان لسانك لازم الاستغفار جايلك لحكمة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جايلك لحكمة، كل ذكر بيجي في وقت انت بتقوليه فيه هو جايلك لحكمة وجايلك ينقذك من حاجة. زي ما حضراتكم شايفين كده، بدأت ان انا احط في الغسالة دي والغسالة ديت، وبوريكم ان الشمس لسه بتشرق يا جماعة. ماشي تمام تمام. عند الأوضة ديت انا بقى زي ما قلت لحضراتكم كده، حبيت ان انا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، حبيت ان انا بقى اطلع هدوم شتوي لولادي، لان فعلا يجوا بردوا وقالوا احنا محتاجين الهدوم الشتوي، ما كانش في حاجه شتويه خالص في الدولاب. انا بلم الهدوم الشتوي بحطها، اللهم صل على محمد، بجيب لها شنط كده كبيره، كيس بلاستيك كبيره، الكيس بشتريه ب10 جنيه، وامرار بوبا ب7 وامرار بوبا ب8، تابع المواسم. لو انتي بتشتريه في وقت غير مثلا دخلة اعياد او دخلة صيف او دخلة شتاء بتجيبيه رخيص، لو انت جبتيه في الاوقات دي بتجيبيه غالي. تمام. فانا بقى لاحظت الحكايه دي، فانا كنت بجيبه في اوقات ما فيهاش اصلا ان انت بتخزني اي حاجه، لا بتخزني بطاطين ولا بتخزني هدوم، فانت تجيبي الاكياس في وقت ما يكونش عليهم استخدام فيه، لان بيغلوا لهم مواسم. جيبي بقى وعيني، كان عندي شويه الهدوم دول نشفهم كده زي ما حضراتكم شايفين، وبقيت اخد الهدوم زي يعني ايه، اخدهم انشر، واللي ينشف اخده واحط مكانه، لان الهدوم كانت عندي كتيرة والمشابك عندي ما كانتش هتقضي، فبقيت ان انا اعمل كده. الدولاب بقى فتحته، طبعا كان عايز ترويقة. طيب يا رفيع انت هتحط الشتوي؟ لا انا ما هحطش الشتوي، الشنط اللي حضراتكم شايفينها ديت انا باخد منها الشتوي، والعياذ بالله من كلمة انا، فباخد منها الشتوي، بغسل الشتوي واحطه في مكان على سفرة ولا على اي حاجة، لما الجو يشت جامد بقوم واخده الصيفي بقى عيناه، حطاه في الشنط ومطلعه الشتوي، بس بيكون جاهز، يعني علشان ايه، ما قلقش نفسه وانا معايا عيل صغير، وغير كده التزامات، ده انت يعني مش هتطلعي الشتوي، يوم ما تطلعي الشتوي بقى
مش هتعملي غدا ومش معرفش ايه. لا، ده انت عندك بيت كامل ملزوم منك. انا عن نفسي عندي طيوري، عندي طيوري، عندي ولادي. يعني انا والله والله يا جماعة احنا بنقوم من النوم، يعني اقول لكم الساعة 5:30. انا قايمة النهاردة الساعة 5:30 على ما ولادي راحوا المدارس كلهم، وجيت عملت لي زي ما حضراتكم شايفين كده كوباية شاي، وقلت بقى لما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اشرب لي كوباية شاي وافوق فيها كده، وبعدين اقوم اتوكل على الله. انا جربت ان انا انام لي ساعة بعد ولادي ما بتوكلوا على الله يروحوا المدارس، لقيت اليوم عندي بيبقى ضايع، يعني ما شاء الله ولا قوة الا بالله، بيبقى ضايع والله يا جماعة، ما بعرف اعمل فيه حاجة. فقلت لا، انا اخلص، ولو تعبت مثلا بعد الظهر او كده ممكن اريح لنص ساعة او ساعة، بس اكون مخلصة، مش ان انا انام. لان طبعا انا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، لقيتها مش منجزة خالص ان انت بعد ما تودي عيالك المدرسة تنامي. لا، خلصي اللي وراكي واعملي اللي وراكي. لقيتي نفسك في وسط اليوم يعني مهبطة كده ومفيش وقت للنوم، اعملي لك كوباية قهوة، فنجان قهوة، كوباية نسكافيه، اي حاجة من ديت، المهم ان هي تفوقك يعني. انا عملت كده في اليوم ده، لان كل جيت لا عملت لي كوباية نسكافيه، لان انا ما جبتش قهوة من زمان. لما رحت اجيب قهوة لقيت القهوة اسعارها رفعت قوي يا جماعة، فقلت لا بلاش، انا هاخد باكو نسكافيه وخلاص بقى، وهيمشي وهيبقى زي العسل زي ما حضراتكم شايفين كده. بدأت ان انا اخلص بقى الدفايات وارتب ضلفة الملايات وكده، واروق بقى، يعني بصراحة اروق ترويقة كويسة للدولاب. بدل دولابك منظم هتطبقي وتحطي فيه، لو دولابك مش منظم هتعملي ايه؟ يعني انا بحب انضف، لما بنضف من جوه لبره يا جماعة، منضفش من بره لجوه، يعني بحيث ان انا دخلت اوضه النوم مثلا الكبيرة، ابدأ بالدولاب انضفه، ابدأ بالدراج، ابدأ بالحاجات دي زي ما حضراتكم شايفين بقى الانجاز. انجزت فعلا والله العظيم يا جماعة، يعني ما شاء الله ولا قوة الا بالله. رتبت زي ما حضراتكم شايفين، ده غير طبعا في دفايات على الحبل والغسيل منشور، و10 على 10 زي ما بقولك كده، والدواليب بقى منظرها يفتح النفس كده. ورتبت المخدات ده انا عيناها. انا كنت بحط المخدات الفايبر ده على الصالون، وبعدين لما بنسأل يعني على الاسعار وكده، لقيت المناجم بيقول المخدة ديت بتكلف النهاردة 100 جنيه، يعني عشان اعمل مخدة فايبر اللي تكلف 100 او 120 جنيه، الوش بتاعها والعبك والفايبر. قلت والايه عيالي يبهدلوهم، افرض جالي ضيف ولا كده. فانا طبعا بحب اسيب حاجات لو جالي ضيوف مفاجئ، اقدر ان انا افرش شقتي، واقدر ان انا اكون على اتم استعداد يعني. مش ان انت هتهملي في كل حاجة وتعملي كده كده. احنا ما بنبطلش غسيل، عيال ما بتبطلش عك في البيت ولعب وبهدلة. فخلاص خلي بدل ما بيجيلكش ضيوف دلوقتي في الوقت ده، خلي استعمالك في الحاجات اللي مش جديدة قوي، وكده بتعدي وكده بتعدي. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وصلى على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأتم التسليم. طبعا في اليوم ده بقى كده انا ولادي كانوا هيجوا من المدرسة على الساعة 5، يعني على ما يطلعوا كده هيجوا من المدرسة على الساعة 5. طيب ماشي، اعمل ايه؟ اقترحت على نفسي ان انا اعمل لهم بيتزا، وما شاء الله عملتها لهم زي ما حضراتكم شايفين كده. البيتزا سهلة في العمايل، سريعة، وولادي بيحبوها يعني. اخيرا ولادي كبيرهم وصغيرهم اتفقوا على حاجة عملتها ازاي رفيع. بصوا يا جماعة، انا جبت مقدار 3 كوبايات دقيق، وعليهم معلقتين لبن بودر، ما كانش عندي لبن سايب، ومعلقة خميرة ومعلقتين سكر. ما حطيتش بودر لان البيكنج بودر عندي بنفشها بخليها عاملة زي الكيكة. وحطيت معلقة ملح، رشة كمون، رشة فلفل اسمر، رشة زعتر، رشة جنزبيل بسيطة جدا، وقمت عجنة وبيضة، وقمت عجنها وسبت العجينة ترتاح خالص. وجيت كان عندي صدور فراخ فرمتها وتبلتها زي ما بتعصجيها اكنك بتعصجي لحمة. وما كانش عندي لا جبنة ولا كان عندي صلصة والله، يعني حطيت حبة قول يعني معلقة صلصة واحدة بس اللي كانت عندي، عملتها في العجينة. جبت العجينة فردتها في الصواني وسبتهم 10 دقايق لما تعمل شوية، ان هي ترفع شوية وترتاح من الفرد. وجيت حطيت معلقة الصلصة
واللهم صل على محمد الفراخ. وبعدين كنت عاملة فلفل وطماطم مقطعهم زي السلطة، وحط عليهم شوية كمون ودعكهم في بعض، وقمت